كان نفسه يعمل حاجه الناس تفضل فاكراها بيها حتى بعد ما يموت، فاقترحوا عليه انه يبني مسجد، فعجبه الاقتراح جدا وفعلا بدأ في بنى المسجد، ورفض ان اي حد يساعد في بنائه. كل حاجه في المسجد هو بس اللي تكفل بيها، من بنى الفرش الاكسسوارات لغايه ما اكتمل بناء المسجد، وكتب اسمه عليه مسجد فلان ابن فلان. وكان فخور جدا بنفسه وفرحان، والناس رايحه جايه تهنيه على بنى المسجد. في يوم وهو نايم حلم ان الملائكه جت شالت اليافطه اللي عليها اسمه من على المسجد، وقامت حاطه يافطه تانية فيها اسم امراه. فصحي من النوم مزعوج جدا، مفيش حد ساعد في بنى المسجد، هو ايه الحلم ده؟ فقعد يدور على الست صاحبه الاسم اللي شافه في الحلم، فلقاها ست عجوز. فقال لها هو انت ساعدتي في بنى المسجد ده باي شكل من الاشكال؟ قالت له لا انا ما عملتش حاجه. قال لها متاكده انك ما عملتيش اي حاجه خالص؟ فقعدت تفتكر كده، قالت له انا مره كنت معديه فشفت حصان من اللي كانوا واقفين شايلين الطوب بتاع بنى المسجد، وكان شكله عطشان جدا وكان واقف في الحر، فرحت جبت له حاجه وحطيت فيها ميه وحطيتها قدامه علشان يشرب، وبعد ما خلص شرب قمت اخدت الحاجه معايا ورجعت البيت، ما عملتش اكتر من كده. ففهم الراجل ان الله عز وجل تقبل من الست دي شربتها للحصان، وفعلا امر انهم يحطوا اسمها على المسجد. ولا تحقرن من المعروف شيئا فرب درهم سبق 100,000 درهم.